ادينا ملخص لعمليات التقييم والمراجعه اللي تمت بالنسبه للمرحله الاخيره. عمليه التقييم يا فندم زي ما سيادتك عارف خدت اسابيع طويله، لكن الحمد لله النتائج كانت ايجابيه. اقرب مثل ممكن نتكلم عنه في المجال العسكري هو قصه الطيارتين الاسرائيليتين اللي اقتحموا المجال الجوي في المنطقه دي من الساحل الشمالي في عيد الثوره اللي فات، ولما تصدت لها وسائل الدفاع لاذوا بالفرار. لكن في عشرات شافوا الطيارتين دول وهم بيصطدموا ببعض وبيقعوا في البحر، وتحرياتنا احنا اكدت صحة هذه الواقعة. وفي ناس كتير على طول الساحل الشمالي شافوا الطيارتين دول وهم بيقعوا في المية. المسألة دي كانت محيرة جدا، لان مش ممكن مستوى الطيارين الاسرائيليين يصل لدرجة انهم يصطدموا ببعض اثناء الفرار. المزعج في الامر ان وسائل الاعلام نشرت الخبر ده، وبالتالي تناقلته وكالات الانباء. ولما خرجت الزوارق الحربية ومسحت المنطقة مسح كامل ومعها فريق ممتاز من الضفادع البشرية، ما عثرتش للطيارتين دول على اي اثر. وما كانش قدامنا غير اننا نبعت ل 313 نستوضحه بحقيقة الامر. سمعت البي بي سي إيزاك؟ تقصد الطيارتين اللي المصريين قالوا انهم وقعوا في البحر؟ الخبر بيؤكد إن في شهود عيان شافوهم وهم بيقعوا. ايوه بس الطيارتين رجعوا القاعدة تاني ديفيد. بيتهيألي إن أصدقائنا هيطلبوا معرفة كل اللي حصل. تحب امتى؟ انت عارف ديفيد ان استراتيجيتنا في الحرب بيننا وبين العرب بتقوم على ان الحرب تبقى في ارض العرب وبعيد عن ارضنا، لكن مدى الطيران بتاعنا ما يقدرش يحقق الغرض ده. ليه؟ لان خزانات الوقود ساعتها صغيرة، ما تقدرش توصل لارض العرب وترجع تاني. أمال إزاي طياراتنا وصلت لمصر ورجعناها تاني؟ لاننا طورنا في الطيارات دي باضافة خزان بالوقود لكل طيارة. يعني الخزانات دي اللي هي شافتها الناس وهي بتقع في البحر. ايوه، لان الخزانات دي بتمثل عبء على الطيارة وبتحد من قدرتها على المناورة، وكان لازم الطيارات دي تهرب من الطيران المصري لان مهمتها استطلاعية مش قتالية. ومع التقرير اللي سلمه 313 عن الواقعة دي بخط ايد ايزاك بين عمتاي، كان في رسومات هندسية للتطوير الجديد اللي ادخل على الطائرات الاسرائيلية. طب وايه حكايه جهاز الاشعه اللي اتقال ان الاسرائيليين ابتكروه؟ الغريب يا سيد نديم ان الخبر ده وصل لمصر عن طريق مصدر موثوق منه، والخبر ده بيقول ان الاسرائيليين ابتكروا جهاز للاشعه غير المرئيه يفقد الانسان بصره اذا سلط عليه. الخبر ده طبعا كان خطير جدا، خصوصا ان مصدره اكد صحته. ايه اللي قاله 313 بالظبط بالنسبه للخبر ده؟ انت عارف ديفيد طبعا ان غلط الفدائيين العرب خصوصا المصريين اصبحت مزعجه لينا جدا. عشان كده في مجموعه من العلماء ومنهم يوسي بالذات. يوسي ده اللي بيسهر معانا عند سيرينا؟ ايوه هو بالظبط. فكروا في اختراع جهاز رادار ارض جديد عشان يكشف اي تسلل عبر الحدود. اها، وتوصلوا لحاجه؟ هم فعلا توصلوا للجهاز ده، لكن اثناء التجارب اكتشفوا انه في عيب خطير جدا. ايه هو؟ اكتشفوا ان الجهاز بيصدر حواليه نوع من اشعه الليزر بتصيب العاملين عليه ببعض الالتهابات في العين. وطبعا الخبر تسرب نتيجة لدخول بعض أفراد طاقم الرادار إلى المستشفى، وكانت نتيجة طبيعية إن إسرائيل تستغل الخبر ده عشان تخوف الفدائيين أو أي حد يحاول التسلل عبر حدودها. واضح إنه بعت معلومات مهمة. حصل يا فندم، والملف اللي قدام سيادتك بيؤكد إن المعلومات دي من مصادر لا يرقى إليها الشك. أنا بروفيسور؟ سيرينا، أنا مش ممكن أسبب لك أي إزعاج، بس أنا مش لاقي حد أتكلم معاه ويفهمني غيرك.
بس أنا علاقتي بحنا مش حميمة زي ما أنت متصور. انت عارفه شباب الايام دي، وعارفه طبيعه الحياه في امريكا كمان. سيرينا، انا قلت حاجه ضايقتك؟ بروفيسور بلومبرج، خليك صريح معايا. اقسم لك اني صريح. ديفيد اتصرف مع حنا تصرف غير لائق. لا 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 لا، بالعكس تماما، ده كان لطيف معاها جدا. بس اللي اخشاه ان اراء حنا تضايقه او تسبب له ازعاج. شاول، أنت نسيت إني أنا افهميني ارجوكي، افهميني سيرينا. انت عارفه مركزي وعارفه طبيعه المشروعات اللي... أنا مش فاهمة أنت مرتبك كده ليه شاول؟ مالك شاول؟ انا اسف سيرينا، يبدو اني ازعجتك. ادخل. سوري، انا افتكرت انك لوحدك. أهلا عمون. ارجوكي بيعملي لي تليفون لما تفضي. لا 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 لا، ممكن تتفضل، انا ماشي. بس إحنا ما كملناش كلامنا شاول. معلش يا سيرينا، مرة تانية، انت عارفة الموضوع يعني مش مهم قوي. إذا كنت شايف كده خلاص. عن اذنكم. سلام. سيرينا، الراجل ده خايف من حاجة؟ ده عمون، مالكش دعوة بأصدقائي. يا ترى إيه اللي وراك النهاردة؟ بزنس. يبقى أكيد بتدبر مؤامرة. هيلين ريشتر. مالها هنا؟ إلا مالي ليندا، إلا مالي. انا مش عارفه ايه سر عصبيتك دي. أنت مش عارفة جولدشتاين؟ عميل جستابو قديم ليه؟ بس كده؟ ودلوقتي في CIA برضه ليه؟ ليندا من فضلك. اوكي. ودلوقتي عميل صهيوني. بس ده يقلقك في ايه؟ يقلقني لأنه ما اقترحش عليا إن أنا أشتغل معاهم، ده طلب مني. طب ما هو ده امر طبيعي. ده مش أمر طبيعي، ده ابتزاز بيبتزوا الحكومة الألمانية، ومن 52 هما بياخدوا مننا تعويضات عن اللي حصل لهم أيام الحكم النازي، وطبعا عندهم معلومات عني. واضح ان الصهاينه معاهم حق في إيه؟ ان احنا عندنا احساس بالذنب ناحيتهم. تفتكري أنا عندي الإحساس ده؟ طب اديني تفسير تاني لحالتك دي. أنت ناسية مين بابا؟ مش ناسيه، كان عضو في الحزب النازي في الوقت اللي كان كل الشعب الالماني اعضاء في الحزب ده. وجوزي. هيلين، انت خايفه من حاجه؟ مخبيه عني حاجه يا هيلين؟ إطلاقا، أقسم لك. امال خايفه من ايه؟ أنا مش خايفة من حاجة، أنا عارفة إزاي أسكتهم. أعمل لهم مشروعات في تل أبيب، أنا عارفة إن اقتصادهم محتاج لحقن إنعاش. طب يبقى خلاص مفيش مشكله، بيزنس از بيزنس. مش عايزة أشتغل مع الناس دي. وليه تديهم فرصه للتساؤل؟ مش عارفة أعمل معاهم بيزنس من أي نوع. بسيطه، مشروعات تتناسب مع امكانياتهم وفي نفس الوقت ما تتعارضش مع شغلك هنا. انت مش قلتي لي ليكي صديقه في اسرائيل؟ سيرينا أهرون. ايوه، ما انت حكيتي لي عنها. هي فعلا مختلفة، هي عضو في الهيسترات بس برضه ست فاهمة كل حاجة. خلاص، ما دام كده اتصلي بيها فورا. أنا طالبة مكالمة من نص ساعة. يعني اتخذتي قرار؟ بس عايزاكي جنبي وأنا بكلمها. يا ريشتا؟ هلا، مفاجأة غير متوقعة. ها؟ سيرينا، كنت مستنياكي تتصلي بيا من مدة طويلة. اتفقنا في آخر لقاء كان على شيء آخر. عندي مشاريع كتير عايزة أتكلم معاكي فيها. وأنا تحت أمرك. طب أقدر أجي تل أبيب على أول طيارة؟ أهلا بيكي في أي وقت. يا ترى هتساعديني؟ بالتأكيد. أوكي، يبقى هديكي خبر بيوم وصولي. دانكش. السؤال لسه موجود ومحتاج اجابه. سؤال إيه ده؟ فكرتي ايه نوع البيزنس اللي هتعمليه مع الناس دول؟ أنت اللي تقول يا عمو. بلاش نتعامل مع بعض بالاسلوب ده سيرينا. أنت اللي فرضت الأسلوب. هيلين ريشتر عندها استعداد تتعامل معانا في اي مجال. زي إيه؟ مش مهم زي ايه، المهم مع مين. مع مين بن أهرون؟ ديفيد شارل سامحون. إيه اللي بتسعى إليه بالظبط يا عمو؟ شوفي سيرينا،
اذا كان ديفيد هيبقى له المكانه الكبيره دي في الحزب وفي الوطن، لازم نعمل حسابنا من دلوقتي ان احنا نقف جنبه ونسنده. واظن ده يسعدك جدا. لا لا سيرينا، اوعي تفكري في ابعد من الكلام اللي انا قلته. في المدرسة الابتدائي في مصر ادونا جملة كان وقتها دمها تقيل قوي بالنسبة لي، بس بعد كده لما كبرت عرفت قد ايه الجملة دي مفيدة. هي ايه الجملة دي؟ أفلح إن صدق. طب هل إن صدق تتجوزيه؟ عمون. وانت اقرا. بلغنا تليفونين، اذا استقر رايك واحنا نرتب لك فيديو. هتصل بيك خلال اسبوع. اقدر اساعدك؟ أنا اللي هساعدني. بكرة توافق تمام. انا عايز اقابل ادم سمحون. مدموزيل مردخاي هترد على اي تساؤل انت عاوزه. كل اللي انت عاوزه. اتفضل معايا. ليلي ادم سمحون كان عاوز ايه الشاب؟ كان عاوز يشوفك ومدموزيل مردخاي اخدته مكتبها. طيب من فضلك ابعتي لي البرقيه دي دلوقتي. اوكي يا ادم سمحون. شلون؟ اللي انت بتعمله ده معناه انك عايز تسبب لي متاعب في شغلي. انا قلت لك هقابل ادم سمحون، يعني هقابله. علشان ايه؟ عشان اعرف منه الحقيقه، ولازم اعرفها. انا قلت لك الحقيقه. انت قلتي ما تعرفيش. يا هديت مالك؟ ها؟ يا هديت في حاجه؟ ممكن نتناقش بعد ميعاد الشغل؟ عايزه تتخلصي مني. شلومو ارجوك حاول تفهم. افهم ايه؟ روح دلوقتي وبالليل نناقش كل اللي انت عاوزه. بالليل؟ بالنسبه لادرياتيكا بعتوا لنا رد بالموافقه، والفوج بتاع يوم 19 بتاع قبرص اعتقد انه هيكمل النهارده او بكره بالكتير. بعتي برقيه بيمبوس؟ من نص ساعه. عظيم. في حاجه تانية؟ انت مش عاوز حاجه تانية؟ انا عاوز اعزمك على الغدا النهارده. كنت متوقعه حاجه زي كده. افهم من كده انك ماجي تورز. الو. كان عاوز ايه الشخص اللي اخدتيه على مكتبك يا وداد؟ ابدا. ابدا ازاي؟
دي اللي قالت لي انه كان عاوز يقابلني. لا، ده كان عاوز يقابلني انا. بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. وهي الموضوعات الشخصيه بتتناقش في الشركه يا وداد؟ هو انا قصرت في امر من امور العمل؟ على فكره انا نسيت اقول لك، الحفله كانت ظريفه قوي وانت كنت متالق، كنت مرح جدا وتوزع اعجابك على الجميع، خصوصا اللي اسمها حنة دي. هي افكارها كده فعلا ولا مدعيه؟ انا متهيألي ان افكارها كده فعلا. مش عارفه، حسيت انها غاويه مظاهر وكل اللي يهمها انها تستعرض معلوماتها. انا ما حسيتش كده خالص، وهي مش فاهمه انت عايزه ايه بالظبط يعني. ما دام ما حسيتش تبقى معجب بيها. وبعدين؟ فاكر لما غضبت لما جبت لك سيره كلارا؟ ساعتها انا حسيت انك ممكن تسيبني وتبعد عني، وانا ما كنتش عايزه ابعد عنك. يا وديت انت بتتكلمي كلام غير مرتبط ببعضه تماما، ملوش اي علاقه ببعض. لا، ليه علاقه ببعض وانت فاهمني كويس. يا وديت انا عاوز انبهك. تنبهني لايه؟ انت فعلا معجب بيها ولا لسه مش قادر تتخلص من تاثير استر عليك؟ يا وديت ما اسمعلكيش تتكلمي في الموضوع ده ابدا، فاهمه؟ انا اسفه. انا بعتز بيكي كسكرتيرة ناجحة. حقك ان يبقى في حياتك حد زي ما بالحقيقة انا. انت حبيت استر وهي مرتبطة، وانا مش راضية ارتبط علشانك. كلامك ده معناه في احتمالين، اما انك انت مالكيش علاقة بحد، او انك مرتبطة وبتحبي. فعلا في واحد بيحبني قوي، بيحبني لدرجة. المهم انت يا وديت. اكيد في حاجة جوايا حلوة ناحيته ما كنتش منتبهة ليها. زي ايه؟ مش عارفة، بس في حاجة انا اتأكدت منها النهاردة. بس ايه هي؟ اني مش ممكن افقد حب. هو ده الشخص اللي ظهرك في مكتبك؟ ايوه هو. تخين لطيف، شكله لطيف جدا. ايوه، وبصراحة شغلي معاك عامل لي مشاكل كبيرة معاه. عن اذنك. اهدي مشاكل. شلونه عصبي وغيور زي طفل فهمت. ايه رأيك في دعوة تتوجهلك ولشلومه على العشاء عندي؟ ممكن تزيلي اي شكوك. مفيش مانع. ايه رأيك في يوم السبت الجاي؟ اقدر استاذن منك دقيقة واحدة؟
رايحه فين حنان؟ خارجه. واضح انك خارجه، لكن رايحه فين؟ معرفش. حنا حبيبتي، اجي معاكي؟ لا معلش يا جان، خليكي مرتاحه. انا عاوزه اشوف تل ابيب لوحدي، عن اذنكم. جرى ايه شاول؟ انت ناسي انها عايشه لوحدها في امريكا؟ ايوه بس دي ما تعرفش البلد ولا تعرف حد هنا. ولو شاول ولو، حنا ما بقتش صغيره. انا بعتبر هيلين ريشتر صديقه بالفعل، بس يا ترى هي بتعتبرني صديقتها؟ ليه لا؟ لانه في حاجه مهمه انتوا ناسيينها. احنا الناس دول مش اغبياء، عارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه وايه اللي احنا عاوزينه بالظبط. هو ده المطلوب لينا مش ليهم. وايه الغلط في كده؟ الغلط ان احنا بناخد منهم اللي هم عاوزين يديهولنا مهما كانت براعتنا، وبنخسر اللي احنا محتاجينه بالفعل، خصوصا في الايام دي. ممكن تفسري اكتر؟ احنا بناخد بيزنس وتعويضات بتمدنا للحياة سنة سنتين، وبنخسر احترام الناس، والاهم من ده بنخسر محبتهم. تعرفي سيرينا، لولا اختلاف وجهات نظرنا احنا كان بقالنا شأن تاني. شفت اخر افلام ليلى مراد؟ ليلى مراد في اغنية في الفيلم بتقول كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله. مالك عمون؟ لا ابدا، بس برضو ما تنسيش ان في حكمة بتقول ان الاختلاف في الرأي ما يفسدش للود قضية. طبعا. بتقوليها عن اقتناع؟ طبعا. بتقوليها من قلبك؟ عمون مالك النهارده؟ لا ابدا، هو كان ده فعل ماضي صحيح، ما قلناش حاجة، لكن ممكن ما نسيبوش في حاله. ممكن، لكن ايه سيرينا؟ ممكن تسيبه في حاله مؤقتا. سامحوني. ديفيد شارلسون. لا بيته جديد. العنوان مش في الدليل.
ايوه. اوكي ثانك يو. Good evening, David. Good evening. اتفضلي. I'm sorry الظاهر أنا جيت في وقت مش مناسب يعني. لا اطلاقا، انا اصلي كنت بقرا في اوضه النوم يعني، عن اذنك. كويس قوي انك عرفتي العنوان. بس يا ريت ده ما يكونش فيه إزعاج ليك يعني. مش المفروض انك تكلمي شاول علشان تطمني؟ لا، ما أنا أصلي لو كلمت شاول هيسألني بتكلم منين. فيها ايدي. ما أنا ما بحبش أكذب. ليه تكذبي؟ أنا قلت حاجة غلط؟ على فكرة أنا ما كنتش شفت بيتك كويس يوم العشاء. تعرفي حنا، أنا مش قادر أفهم منطقك ده خالص. لأنك بتفكر بمنطق مختلف ومن سنين طويلة، مش قادر تقنع نفسك ولو للحظة إنك تناقشه تفكر فيه. شوف ديفيد، أنا عارفة إنك زعلت قوي من الكلام اللي أنا قلته يوم ما كنت عندك في العشاء. زعلت؟ أيوه، ومع ذلك مش عايزاك تفكر ولو للحظة إن أنا جيت الليلة عشان أعتذر. حنا تعرفي أنا مش قادر أفهم منك أي حاجة خالص. مش قادر تفهم؟ بالتأكيد. يعني أنت ما زعلتش؟ من إيه؟ إن أنا قلت لك رأيي. بالمرة. حنا، علشان الأمور تبقى واضحة، أنا ممكن أكون مختلف معاكي في الرأي، لكن مش زعلان منك. يعني أنا ما جرحتش شعورك؟ أنت شربتي حاجة قبل ما تيجي؟ لا حقيقة عايز أعرف إيه اللي شغلك. ولا حاجة ديفيد، ولا حاجة. أنا سعيدة جدا جدا. أنت عارفة حنا، أنت ممكن تكوني مش حاسة بالمشكلة لسبب بسيط جدا. إيه هو؟ يعني أنت اتولدتي في أمريكا، تربيتي فيها، ما تعرفيش احنا عانينا من الاضطهاد قد إيه ومن قرون طويلة. أنا قلت حاجة غلط؟ اسمعني كويس ديفيد، أنا يهودية زيك بالظبط. أبويا يهودي، أمي يهودية، أجدادي كلهم يهود، ومفيش أي دم غريب دخل العيلة.
ورغم ذلك عقلي بيرفض المنطق اللي انتوا كلكم عايشين بيه هنا في اسرائيل. منطق؟ انا ضد الصهيونيه. في ناس كتير قوي في اسرائيل مش مقتنعين بالصهيونيه، لكن مقتنعين بان الارض دي هي اللي وعدنا بيها الرب. ما انا كمان ضد العنصريه دي. اوكي، يبقى اتفقنا. اتفقنا ازاي؟ انا على ما سمعت انك مقضي كل حياتك بتحارب عشان تقيم دوله عنصريه. حنا، كلمه اسرائيل في حد ذاتها عنصريه، وحكايه الارض اللي وعدنا بيها الرب دي امتياز يساوي العنصريه. هتلر كان بيقول نفس الكلام ديفيد، ولا نسيت؟ زعلت مني؟ تروسي، قالوا لي انك بطل. بيبالغوا. وانك مصري. اتولدت في مصر. عاوز اسالك سؤال ديفيد. انت تأمري وانا اجاوب على طول. قبل ما تيجي اسرائيل كنت بتحس في مصر انك غريب؟ كنت بتحس ان في اي فرق بينك وبين اي مسلم او مسيحي؟ قولي الحقيقه من فضلك ديفيد، نفسي اعرفها. يعني مش بالشكل اللي بيصوروه هنا ابدا. شخصية غريبة، أغرب شخصية صادفتها، حادة جدا ورقيقة لدرجة إنها بتدوب بنعومة، جريئة لحد التهور، واضحة قوي لدرجة الغموض. ثوري وحارب، متعصب رومانسي، مرح لكن في عينيه حزن، جواه غموض غريب مثير. ولا غموض ولا حاجة. ايه الغريب يعني انها تعبر لي عن افكارها اللي مؤمنة بيها؟ الغريب انها تعبر لي انا بالذات عن افكارها دي. يمكن دسيسة، فخ منصوب لك رأفت. أكيد كان بيغلي من الغضب، لكن عنده القدرة إن ملامحه ما تعكسش اللي جواه. كرم ضيافة زي ما قال شاول، ولا تركيب الدبلوماسي مناور، حاسب انفعالاته بدقة، مبرمج نفسه. اتعودت على الشك لغاية ما بقى هو الحقيقة الوحيدة اللي في حياتك. ولا ايه الحكاية؟ كنت بتكلمي مين؟ لا لا ابدا. ايه؟ كنت ماسكه سماعه التليفون. مالك شاول مالك؟ مالي ايه؟ انا اللي بسالك. كنت هكلم سيرينا. ما كلمتهاش ليه؟ تراجعت. ليه؟ كنت هتقولي لها ايه؟ مش معقول شاول، انا زي ما اكون متهمه وانت بتحقق معايا. انا اسف. مالك فندم؟ شاول قال لي لما جه من اسرائيل انه كان بيسعى ورا حلم، ورا مثل اعلى. كان فاكر انه بيشارك في تحقيق فكره ساميه او عظيمه. دلوقتي اكتشف انه بيسعى ورا سراب. طيب ليه ما رجعش امريكا؟ ديفيد ارجوك ما تسخرش مني. اسخر منك؟ لانه ما يقدرش يرجع وانت عارف ده كويس. حنا، لانه لما فكر مجرد التفكير في الرجوع كان التهديد صارخ وواضح، فتراجع. المشكله يا حبيبي انكم مش قادرين تعرفوا الفرق بين الوطن والارض. الوطن مش الارض لوحدها ديفيد، الوطن يعني الارض والناس والتاريخ والجيران. انت مجنونه. مجنونه؟ بقى معقوله كل المعارك دي تحصل بسبب واحد اتجوز اتنين؟ مين ده؟ ابراهام ديفيد، نبي الله ابراهام.
اللي اتجوز هاجر وكان متجوز ساره. ولاده الاتنين نزلوا الدنيا دي عشان يحاربوا بعض آلاف السنين، ولسه الحرب دايما. انت ملحده. من آلاف السنين واحنا بندور على أرض تقوينا، مش وطن يحمينا ويضمنا. انت برضه ملحده. احنا كنا أول ناس يعرفوا الرب، عشان كده تخيلنا إن احنا شعب الله المختار، وده كان صحيح في البداية. بس أؤكد لك يا عزيزي الناظر إن الحقيقة الفعلية إنه من 2000 سنة من وقت ميلاد المسيح هنا على الأرض دي، وفي ناس غيرنا كتير عرفوا الرب، وأعتقد إنهم عرفوه بطريقة أفضل كتير مننا. انت مش ملحده وبس، انت شيطان. لازم تعترف إن الرب ما بقاش حكر علينا إحنا بس، رب بقى مشاع لكل البشر كده. أنا مش قادرة أفهم جان، إيه الحالة اللي أنتوا فيها دي؟ أنت مكتئبة، شاؤول متوتر ومرتبك ومش طبيعي، في إيه؟ أنا مكتئبة علشان حزينة على حال شاؤول، وشاؤول طبيعي يبقى مرتبك ومتوتر. كل ده بسببي أنا؟ للدرجة دي وجودي معاكم بقى بيضايقكم يعني؟ بالعكس حنا، المفروض وجودك معانا كان يساعدنا، لكن لكن احنا لما عرفنا انك جايه كنا هنطير من الفرح. شاؤول لانك اخته الصغيره اللي بيحبها وفخور بيها، وانا لان انا طول الوقت لوحدي في البيت، ساعات طويله شاؤول بيبقى في شغل، وانا محبوسه بين 4 حيطان مش لاقيه حتى حد يكلمني، ولا انا حتى بكلم حد. عشان كده كنت سعيده جدا لما عرفت انك جايه. طب وايه اللي حصل جان؟ ايه اللي حصل؟ خيبت ظنك ولا زودت وحدتك ولا ايه؟ ما تزعليش مني حنا، وجودك معانا بقى يخوفنا دلوقتي. الدرجه دي؟ مش عارفه جان، بتهيألي ان انتوا بتكبروا الامور زياده عن اللزوم. لو كل الناس زيكم كده كانت البشريه بقت في منتهى التعاسه. انت مش قادره تقدري حنا، شاؤول ما بينامش، منتظر باللحظه والتانيه مشاكل هو في غنى عنها لو ما كنتش موجوده، مش كده؟ تحبي ارجع اسافر امريكا؟ انا افضل حنا، طالما انت مصممه انك تقابلي ديفيد وتجادليه في مواضيع شاؤول شايفها انها في منتهى الخطوره. انا نفسي مش قادره افهم ازاي واحد انت مش قادره تتفاهمي معاه ومصممه انك تقابليه. لاني بحبه جان، مختلفه معاه لكن بحبه. الو ديفيد، انت لسه في البيت؟ 10 دقايق اكون عندك. حنا. ايوه طب من فضلك بسرعه شويه ديفيد، بسرعه. انت عارف اللي اتمسك ده اتمسك ليه؟ يا سيد نديم انا لانه قاوح زيك ولا سمعش كلام. يعني ايه؟ يعني كان على علاقه بواحده اسرائيليه، ورغم تحذيرنا ليه الا انه ما سمعش الكلام، شكت في تصرف بسيط من تصرفاته وهي اللي بلغت عنه. بس دي امريكانيه مش اسرائيليه يا نديم بيه.